ولسه مكملين معاكم بودكاست ريليف كلينيك. معانا النهارده واحد من الدكاتره المتميزين جدا داخل عيادات ريليف كلينيك. انا شخصيا بسميه حبيب الملايين، الدكتور عبد الرحمن العمري، اخصائي الجراحه العامه وجراحات الشرج. اهلا بيك يا دكتور عبد الرحمن. حبيبي دكتور سامي، اهلا وسهلا بيك. منورنا يا شرف باشا. طبعا يعني بوجودي معاك ان شاء الله باذن الله تعالى. نحكي حكايه حبيب الملايين ولا بلاش؟ زي ما تحب. طيب الدكتور عبد الرحمن يعني ما شاء الله ربنا يعني جعل في وشه القبول زي ما بيقولوا. مفيش اي مستشفى بنروحها الا وكل التيم اللي موجود في المستشفى، احنا بنبقى لسه رايحين المستشفى اول يوم لينا شغل في المستشفى، يكونوا عارفين الدكتور عبد الرحمن. نمشي احنا طبعا في ظهر الدكتور عبد الرحمن ووراه، هو اللي بيعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. صحيح يا دكتور عبد الرحمن؟ بحاول يعني على قد ما اقدر كده. ماشي يا دكتور عبد الرحمن، ندخل في الموضوع على طول. طبعا رمضان زي ما قلنا في عادات كتير غلط بتتعمل في رمضان. طب انت من الناس اللي ملتزمه ولا الناس اللي بتعمل عادات غلط في رمضان؟ طبعا الناس اللي بتعمل عادات غلط يعني اكيد كلنا كده. ما فيش التزام خالص في رمضان للاسف يعني. ولا في الاكل ولا في الشرب يعني، قليل قوي اللي هتلاقيه ملتزم يعني. الاغلبيه كله يعني على قد ما بنقدر طبيعه الصيام يعني والوقت القليل للفطار هو الفتره والعزومات طبعا والخروجات والكلام ده الفتره كله. اللي من اذان المغرب للفجر دي احنا دايما بنقولها للمرضى مفتوحة عندنا يعني. في العياده، يعني احنا ما بنقولش، احنا بنقول للمريض ما تحرمش نفسك، لكن حاول على قد ما تقدر تلتزم، حاول على قد ما تقدر تزود حاجات تحسن معاك من عمليه الهضم والفكره والاخراج. كلها ان طبعا فتره الصيام الطويله بيجي يعوض بقى بعد في الكام الفطار ساعه اللي بين الفطار والسحور بينطلق يعني. ما بين الفطار والسحور وصلاه التراويح طبعا ده لو لحق يصلي. لو لحق يصلي. طب يا دكتور عبد الرحمن، بمناسبة العادات الغلط طبعا بتأثر على عملية الإخراج، فبالتالي مشاكل الشرج بتظهر كتير قوي، بنشوفهم كتير جدا بعد الأسبوع الثاني أو الثالث في رمضان. تمام. يعني وناس كتير بتأخر بقى الكشف وتأجل الكشف، يقول لك استنى بعد العيد، استنى مش عارف ايه. يا ريت تكلمنا بقى عن أضرار تأخير الكشف. هو طبعا للاسف التاخير في الكشف او العرض على الدكتور في الاول من الحاجات اللي مش كويسه جدا، بيخلي المشكله تتفاقم اكتر. سواء وتزيد. مثلا سواء حد مثلا عنده مشكله نزيف او الم او حتى لو حكه بسيطه او ايا كان، ممكن يقول لك نعدل شويه طالما الوجع بيهدى نمشي الموضوع. ويقول لنا قبل السحور يجي بقى يجي طبعا للاسف من المضاعفات اللي موجوده يكلمك قبل السحور بنص ساعه كده نتسحر واحنا شغالين في العمليات. للاسف ده الموضوع مش كويس. المشكله بتتفاقم اكتر طبعا يعني، والموضوع ما بيكونش لطيف يعني لازم اول ما يحس باعراض في الشرج لازم يكشف فورا. طيب تقدر تقول لنا يا دكتور عبد الرحمن ايه هي اشهر الاعراض اللي المريض يحس بيها او اول ما يحس بيها لازم يكشف فورا؟ هو يعني اكتر حاجه ممكن نقدر نقلق منها اللي هو النزيف مثلا او الم شديد، ممكن ما يكونش المريض واخد باله الالم ده سببه ايه او كده. ممكن يبقى شرخ، ممكن يبقى خراج، ممكن يبقى حاجه ثانيه. الم او نزيف لازم يكشف، ما يتاخرش في الكشف بلا نقاش يعني. دول اهم نقطتين يعني. طبعا موضوع الامساك او الاسهال ده طبعا حاجات ممكن ايه يعني. طب حاجه على جنب كده يا دكتور عبد الرحمن بمناسبه التاخير يعني. طب بتقولي ايه للناس اللي بتتاخر في مواعيدها؟ يعني دي حاجه طبعا يعني حاجه عاديه صح؟ يعني احنا النهارده كان عندنا التصوير الساعه 7. واحد صاحبنا قلنا له تعالى الساعه 5، جالنا الساعه 8:30. والله كان نفسه ينام بس صح كده. مفيش امل. منورني يا دكتور عبد الرحمن. الله يخليك يا حبيبي. يعني زي ما اتكلمنا مع الدكتور عبد الرحمن ان احنا بنأكد على اي شخص يحس باي مشكله في منطقه الشرج سواء الم او نزيف او افرازات لازم تكشف فورا. الكشف المبكر بيوفر على المريض كتير جدا في طرق التشخيص وطرق العلاج. يا خلاص بقى خلاص ممكن منديل بس عشان انا هعيط مش قادر. ارجوك ما ترحبش قوي بالراحه.